بونجور. الفيديو ده تسيفوه لما تكونوا زهقانين او عندكم ارت بلوك. انا منى مصطفى، رسامة كتب اطفال ورسم ديجيتال، واكتر حاجة بحبها ان انا اتكلم عن مشواري في تعلم الرسم. الفيديو هيكون عن رسومات نقدر نعملها خفيفة وبسيطة جدا لو احنا لسه مبتدئين، لو احنا زهقانين، لو احنا مش عارفين نرسم ايه وعندنا ارت بلوك. ورسومات كلها بسيطة وخفيفة جدا نقدر نعملها على الايباد او باستخدام الالوان العادية، مش محتاجة اي تولز معينة. وحتى وانا بستخدم بروكرييت مش هتلاقوني مثلا بستخدم سمادج تول او حتى مش بستخدم الجوشن بلور او اي تول من التولز بتاعت بروكرييت. كل الرسومات معتمدة على شخبطة ومشية ايدينا على الايباد او على الورقة. يلا بينا نبدأ. اول رسمة عندنا ان احنا نستخدم فرشة تدينا الافكت بتاع الوان المية، نستخدم اللي احنا عايزينه كده كده موجود في بروكرييت الوان مية. هنحط كده ستروك بسيطة ونختار الكالر باليت اللي احنا عايزينها، نحط ستروك ونحط كام لون، نختار مثلا 3 الوان. وبعد ما نختار ال3 الوان اللي احنا عايزينهم نحط بقى سيلوات لاي حاجة احنا عايزين نرسمها، سواء زرع، سواء عايزين نرسم سيلوات بتاع وش، او نرسم اي حاجة. المهم بس تكون حاجة بسيطة كده ما نقعدش نفكر فيها كتير. لو هترسموا ورق شجر او زرع زي ما انا برسم كده، اختاروا فرشة تكون البريشر سنسيتيفيتي بتاعتها تكون عالية شوية، علشان لما تيجوا تضغطوا بالقلم يديكوا الإفكت بتاع ورقة الشجر كده. وبعد ما تخلصوا اختاروا أي فرشة تكون رفيعة وتعملوا كده زي خطوط للديتيلز بتاعة ورقة الشجر، حاجات كده بسيطة يعني من غير ما تفكروا، انتوا بس ايه بتفضوا دماغكم مش أكتر. ودي النتيجة الأخيرة لأول تمرين. تاني تمرين بقى اختاروا فرشة تكون عريضة شوية وفيها تكستشر، وابدأوا اختاروا كالر باليت اللي انتوا عايزينها واقعدوا لونوا كده على الايباد. هتقعدوا بس تحطوا كده شوية شخابيط بالعرض نبين التكستشر بتاعة الفرشة. هنقعد نحط شوية ألوان كده فوق بعض، بتمشوا ايديكوا. هو تمرين للإيد وتمرين كده ايه تفضوا بيه دماغكوا وتهدوا بيه اعصابكم من غير ما تقعدوا تفكروا هتعملوا ايه ومش هتعملوا ايه، انتوا بتقعدوا تلونوا كده وخلاص. بعدين هحط شمس وهحط شوية تفاصيل في السما، وفي الاخر كده تدينا رسمة عبارة عن شخبطة بس ليها شكل لذيذ. وده الشكل النهائي لتاني تمرين. تالت تمرين هنقعد نشخبط كده اي اشكال بالوان تكون فاقعة شوية. بعدين في كل شكل من الأشكال دي هنقعد نحط شوية رسومات تكون بسيطة جدا، ممكن ورد، ممكن خطوط بالطول بالعرض، ممكن ان احنا نعمل نقط، نعمل اللي احنا عايزينه. في واحدة من الأشكال هحط فيها سيلوات لوش بالبروفايل بتاعه، اللي احنا عايزينه. بس بنفضي دماغنا من غير ما نفكر كتير وبنمشي ايدينا مش اكتر من كده. ده الشكل النهائي للتمرين ده. ده بقى من أكتر التمرينات اللي أنا باحبها، بارسم oval أو بارسم دايرة وبارسم أي حاجة، أي shape أنا عايزاه، وأقعد أمشي كده حوالين الشكل ده. أقعد أحط ورق شجر يمين وشمال، وبعدين نقط تكون لي ورد. باقعد أحط كده نقط بالفرشة، مش باقعد أعمل يعني رسومات متخطط ليها، لأ هي بس باحط كده الفرشة أقعد أمشّيها على الiPad بيطلع لي شكل لذيذ أوي، وكل مرّة بيطلع لي شكل أحلى من اللي قبله. وبعد ما تخلّصوا لو عايزين تكتبوا بقى أي حاجة جوّه الoval أو الcircle دي، اكتبوا زي ما أنتم عايزين، وده بيكون الشكل النهائي. التمرين ده mix بين التمرين بتاع ألوان المَيّة وبين التمرين بتاع الألوان بتاعة الأشكال اللي عليها لون فاقع. أخدت نفس الفكرة بس حطيت ألوان المَيّة بألوان تكون هادية شوية، وبرضه حطيت عليهم شوية شخبطة، شوية نقط، شوية ورد، زجزاج، كيرفات، زي ما إحنا عايزين بنعمل اللي إحنا عايزينه. وده بيكون الشكل النهائي بتاعه. آخر تمرين وهو إن إحنا نرسم سيلوات بتاع الوش باصص من الجنب، علشان ما نحطش فيه أي تفاصيل، إحنا بس بنحط الشكل بتاع الوش وخلاص على كده. تقدروا تعملوه بالطريقة دي بتاعة الوش أو بأي طريقة تانية. لو انتوا عايزين ترسموا وردة، عايزين ترسموا زرعة، عايزين ترسموا أي حاجة بترسموها، بس بتخلوها أسود بس تبقى باين إن هي الحاجة دي، لكن ما فيهاش أي تفاصيل. ودي النتيجة الأخيرة للتمرين ده. اتمنى ان الرسومات دي تكون عجبتكم وتساعدكم ان انتوا تبداوا ترسموا، او لو عندكم ارت بلوك تكون ان انتوا تخرجوا من الارت بلوك ده.
اهم حاجه ما تفكروش كتير وانتوا بترسموا الرسومات دي، مشوا القلم على التابلت تلاقوا نفسكم بتطلعوا افكار لوحدكم. متنسوش تعملوا لي منشن لو رسمتوا حاجه من الرسومات دي، ولو الرسومات دي ادتكم افكار تانية برضو اعملوا لي منشن فيها. قولوا لي كمان ايه الفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها، ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتروحوا تعملوا فولو على انستجرام. بس كده، اتمنى ليكم يوم سعيد. باي.